السلام عليكم. اليوم عندي لكم حكاية منال. طفلة في عمرها 24 سنة، هي يتيمة من باباها وخلاها هي وامها وخواتاتها الاخرين كانوا متزوجات بديارهم. منال فوتت الباك عدة مرات ومديتوش، كانت تقرا بصح تعثرات الحياة خلاتها ما تركزش مع قرايتها. في الحقيقة الباك ما كانش هدفها ولا الحلم تاعها كان بعيد. كانت تحوس انها تلقى انسان يحبها ويعوضها على بزاف حوايج، منها حنان بيها وامها. دوك تقول امها راهي عايشه بصح امها ما كانتش حنينه معاها لانها طفله وامها تحب الذكاره، بحكم امها عندها 4 بنات وطفل واحد هو المازوزي والعزيز في الدار. كانت ما ترفض له حتى طلب، غير اللي يقول عليها ديرها له. اما البنات ما عندها حاجه فيهم، بالعكس اللي تكبر منهم تحب تزوجها اللي يطلبها الاول، ما تحوش عليهم الا هانيين ولا منكدين، المهم تتهنى منهم وخلاص. نرجع لمنال. انا منال انسانه عصبيه، والعصبيه هذه ما جاتنيش بالصدفه، جاتني من ضغوطات يما والمعايره تاعها كل يوم. طالقه عليا الدار ومسؤوليتها من تطياب وتنظيف، حتى انها تطمع فيا نعاونها في المصروف تاع الدار. دوك تقولوا منين؟ انا طفله طموحه، كيما ديت الباك تعلمت حرفه اليدين، منها كروشي وخياطه. حتى يوم ما شريتليش ماشينه، بالعكس كنت لايم بالدارو حتى شريت ماشينه تاع بيدال وبديت نخيط. ما علياش نقدر نلم مصروفي. في الحي اللي كنا ساكنين فيه صرا عرس وعرضونا. راحت يما هي الاولى، من بعد انا لحقت من وراها، لكن تعرف هو نساء الكبارات يحبوا يبكروا يروح للعريس بكري. رحنا فوتنا هذاك العرس كما كان. كي رجعنا رجعت تعاير فيا، قالت لي شفتي الشهرة تاعها يا لالا؟ قالوا في العرس كامل كانوا شاهدين باللي باباها ما شرى لها والو، هي اللي دارت شهرتها بيدها من عندها. قالت لي وانتي مكسره ما فالحه في والو، كما يقولوا المصريين اكلوا مرعى وقلت صنعة. قلت لها ما تقارنينيش بيها، هي عندها سيد باباها وقف عليها، وزيد عندها عمها. اني سمعت البنات قالوا عمها ربحان وعاونها في شهرتها. احنا في الشرق الجزائري بالضبط في سكيكدا نقولوا على جهاز ونقولوا له شهرة. قلت لها